زين أصدقائي المتابعين، اللي يسأل عن الأغراش اللي هي إحنا بنسويها للبراندات اللي توها بادية أو ناس توهم في بداية شغلهم. تشوفون هذا هو الاستيكر اللي بيكون على الغرشة. تختار اسم العطر ونحط لك اللوجو مصغر على الاستيكر من قدام عشان يبان على الغرشة. حين بنشوف نظري وبعدين بنطبق لكم على الغراش. وهذه مثل ما تشوفون شكل الغرشة من قدام. شو محتاج ان نضيف البراند ونضيف اسم العطر عشان يكون معروف للزبون من برا الكرتونة. طيب من ورا طبعا المكونات والامور هذه والوصفات والشروح هذه تكون ثابتة، لكن بنحتاج في هالمنطقة اللوجو وتحت ارقام التواصل والحسابات وغيرها نضيفهم. شي صارت جاهزة. طيب مو بواضحة؟ راح نوضحها اكثر في الفيديوهات القادمة. طيب بعد ما خلصت انت مرحلة اختيار العطر، اخترت العطر وسوينا لك اياه وعبينا. اول شيء راح نسوي لك اياه، نحط الاسم اللي اخترته على زجاجة العطر عشان الناس تعرف العطر هذا شو اسمه. طبعا كل الاستيكرات اللي نستخدمها يا اخواني واخواتي كلها تكون مقاومة للكحول والماء، وشكلها ترى ظريف وكيوت حتى على الزجاجة. طيب المرحلة الثانية جهز البوكس، وهذا هو البوكس قدامكم ما عليه أي بيانات ولا هم يحزنون، صفحة بيضة من قدام ومن وراء. حطينا الغرش داخل وسكرنا. السؤال هني الزبون طيب شو عرفه هذا براند منه وحق منه؟ أنا بقول لكم في الفيديو القادم. من قدام مثل ما تعرفون راح يكون عندنا اللي هو لوجو البراند مع اسم العطر بهذه الطريقة. شفتوا اسم البراند واسم العطر، الحجم ونوعه، بيرفيوم ولا اذا بيرفيوم ولا تواليت على حسب اختياركم. طيب ورا شو بيكون؟ ركز الفيديو القادم. من ورا راح يكون عندنا اللي هو ايضا لوجو الشركة او البراند مالكم، بالاضافة لرقم التواصل، اللوجو ومكونات العطر. هني اكتمل عندنا بوكس كامل. بنروح بعد شوي للتغليف وبنسوي لكم عليه فويل على اساس انه يكون محمي، ما يدخل غبار ولا يدخل اي شيء، ويكون جاهز للبيع. من بوكس ابيض نفس هذا وزجاجة مو مكتوب عليها اي شيء، صار عندنا البوكس هذا الجميل مع عطركم اللي عليه اللوجو مالكم واسم العطر.